كانت مدينة مليانة مع الموعد وأحيت اليوم الوطني للكشاف، وفي هذا الإطار حل وزير المجاهدين محمد شريف عباس بهذه المدينة مولد محمد بوراس ومهد الكشافة الإسلامية الجزائرية للإشراف على الاحتفالات المخلدة لذلك. اطلع على المعالم الكشفية وأرشيفها والمراحل التي قطعتها في طريقها الطويل، كما اطلع على طرق المحافظة على هذا الميراث وحمايته لأنه جزء من ذاكرة الشعب. أما الكشافة العالمية فقد احتفلت هذه السنة بالذكرى المئوية لنشأتها في لندن 1907 من قبل بادن باول. الأمير ابن ولي العهد الأمير تشارلز أشرف على الافتتاح الرسمي للجمبوري في طبعته 21 وزار مختلف الوفود المشاركة في الجمبوري. وقد شاركت الجزائر في هذه الاحتفالات بوفد يتكون من أكثر من 200 كشاف، وهو أكبر الوفود العربية والإفريقية. هذا العمل كله هو استمرارية لأصل انطلاق الكشافة على يد الشهيد محمد بوراس. واعتقد ان الكشافة ايضا طالما ان عندها هذه الحياة الداخلية المتمثلة في المخيمات الصيفية، الاستفادة من البرنامج التربوي طيلة 4 مرات في الأسبوع داخل الأفواج الكشفية يأتي إليها الطفل ليأخذ التربية الكشفية في التربية المدنية الصحية، أيضا طريقة التعامل مع الحياة لسين دو بيست، يعني تتبع الإشارات، كيفية الإعداد الطهي وغيرها من القضايا اللي هي مرتبطة بحياة الكشافة. كنت نتشوق لما نشوف الكشافة يمشوا هكذا في الطريق لابسين البدلة تاعهم وينشدوا. دخلت فيا واحد الحب لهذه المنظمة ما قدرتش نتصور، وثم بدات المغامرة الكبرى نتاعي. المغامرة الكبرى هي حياتي كشفية من 1960 إلى يومنا هذا. علمتني كشافة بزاف حوايج، بالاعتماد على النفس والإسعافات الأولية وكيفاش نقدر نعتمد على نفسي مهما كنت في مواقف صعبة، الاعتماد على المسالك الوعرة. عجبني كشافة سوتو كيف فيها حركة تشفية وتنظيمية وتربية وتحفز الكشاف باش يكون منضبط كل حوايج. علمتني نحترم الوطن، نحترم الدين، نحترم الجار، نحترم الغير وعمل الصالح. وترجع فكرة الحركة الكشفية في أصل نشأتها إلى الضابط البريطاني اللورد بادن باول الذي أسس أول فرقة كشفية في 1907 وأقام أول معسكر للفتيان بجزيرة براونسي في لندن، وسرعان ما انتشرت الحركة بعد ذلك في كل أنحاء العالم. وهي حركة رياضية اجتماعية ترفيهية للتربية والتنظيم، تعد الطفل ليكون مواطنا صالحا وعضوا نافعا في مجتمعه. الحركة الكشفية حركة عالمية، هي طريقة لتربية يعني الأطفال والشباب وطريقة يعني شائعة في العالم كل، والأساس نتاعها هو تكوين الشخص. الكشاف يعرفوه الناس بسلوكه، أولا ظريف في الكلام، ثانيا ما يدعيش المعرفة حتى ويكون عالم العلماء، ثالثا ما يزوقش بالأعمال اللي يعملها ويواصل العمل إلى أن يأتي الأجل. إن الكشافة نظام تهذيبي تربوي يراد به تكوين الشخصية البشرية على روح التعاون والاعتماد على النفس وعدم الاتكال على الغير. يعيش الكشاف حياة غنية ومتنوعة النشاطات وسط طبيعة ساحرة بكل أشكالها ومناظرها من غابات وسهول وجبال وصحاري. هذه الحياة تفرض عليه الاعتماد على النفس والتعرف على كل التقنيات وأساليب الحياة في الخلاء وكل تقنيات التخييم والانتقال وسط الأماكن الوعرة والوسائل المساعدة على تجنب الأحداث الطارئة والاستعداد الدائم لما قد يعترضه.
فمعرفة خصائص الموقع الذي يقيم فيه والتنقل في الغابات وأقرب الطرق الموصلة إلى الهدف تتطلب التعرف على البوصلة والخريطة وإشارات التنقل وغيرها. عارفوا باللي أن كشاف يمارس حياة الخلاء سواء كان في الغابة أو أي مكان، وكي يمارس حياة الخلاء يلزم يبتكر أشياء من عنده، وكي يبتكر أشياء يلزم يكون يعرف بعض العقد. الكشافة لما يروحوا المخيم ما يدوش معهم الأساس، ما يدوش معهم طاولة وكراسي، ويخدموا الأساس تاعهم وحدهم. حلقة من بوك الحلقة هكذا، من بعد ندخل هذا الحبل من الحلقة يدور على هذا الآخر، يعطينا عقدة الكرسي البسيطة، إنها عقدة غير زالقة. الكشاف معروف أنه في الخراجات يتعرض إلى عدة إصابات، ودور المسعف هنا أو دور الكشاف هو أن يخفف عن آلام المصاب. تنظيم مائدة رمضان ومساعدة الفئات الهشة في المجتمع يدخل في إطار برنامج التضامن الوطني للكشافة الإسلامية، وهو برنامج تقليدي من باب الواجب نحو الآخرين ومساعدتهم بقدر المستطاع، وهي تشمل إطعام الصائم، قفة رمضان، وختان الأطفال، زيارة المرضى في المستشفيات ودور العجزة. والوفاء لهذه الرسالة تتعدى أن تبقى هذه القيم نظرية للاستفادة الشخصية فقط، بل تهدف إلى ممارستها يوميا لترسيخها في سلوكات الناس وخلق المواطن الصالح والنافع لمجتمعه وخدمة وطنه. الكشافة مثلا في زلزال بومرداس في الوهلة الأولى دخلت طوال 3 أشهر كاملة، جندت فيها أكثر من 7000 طفل وقائد وقائدة اللي بقوا واقفين ومتضامنين ومتكاتفين مع الضحايا وحتى المنكوبين من خلال برنامج واسع في تقديم المساعدات الغذائية، توصيلها، تقديم الخدمات داخل المخيمات اللي كانوا عايشين فيها المنكوبين، حتى الأطفال عملنا لهم برنامج باش نخفف عليهم الوقع النفسي. الكشافة الآن تهتم بالقضايا الساخنة والقضايا الأساسية التي تهم المجتمعات، فهي تهتم بتكوين شباب أقوياء فاعلين ويتفاعلون مع مجتمعاتهم بصورة إيجابية، يساعدون الضعيف ويسارعون إلى نجدة المستغيث ومساعدة من هم في حاجة إلى خدماتهم. الكشافة الإسلامية الجزائرية عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بصفة ملاحظ خاص. الكشافة الإسلامية الجزائرية تحتل الآن عضوية اللجنة الكشفية العربية. الكشافة الإسلامية الجزائرية رئيسة للاتحاد الكشفي البرلماني العرب، ونائبة لرئيس الاتحاد العالمي للبرلمانيين الكشفيين، اللي هي هيئة أو تجمع للبرلمانيين لدعم سياسات الشباب في العالم، وأنتجنا أول موسوعة تشريعية في هذا الميدان خاصة بالشباب. الكشافة أيضا مرتبطة بعلاقات توأمة بين كل دول العالم. علاقتنا قوية أيضا بكل وكالات الأمم المتحدة، مش فقط علاقات بل هي شراكات ممضية خلال 4 سنوات أو 5 سنوات، وفيها علاقات بناء قدرات، تدريب، تكوين حملات توعوية، يعني مرافعات للقضايا المشتركة اللي تحسس الشباب على طبيعة العمل الموجود مع هذه المنظمات. الكشافة تعمل بمنهجية مدروسة تعنى بمجابهة التحديات المتعاقبة والتي قد تواجه المجتمع داخليا وخارجيا، فهي تشبع رغبة المنتسبين وتلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تنمية وتطوير الوطن، معتمدة على إمكانياتها الوطنية وعلى علاقتها مع الشعوب والمنظمات الدولية.